في عالم امتلأ بالضجيج بقي صوتها وحده يشبه الصباح، يشبه الوطن، ويشبه الحنين الذي يسكننا في لحظات الصمت. إنها فيروز، سيدة الغناء العربي وجارة القمر التي حملت في صوتها وجدان الشعوب. ولدت نهاد حداد عام 1935 في جبل لبنان، وعرفت منذ صغرها أن صوتها ليس ككل الأصوات، وأن قدرها أن تغني للناس وأن تمس أرواحهم قبل أذانهم. لكنها في زحمة النجومية والحفلات لم تكن فقط فنانة عظيمة، بل كانت أيضا أماً. أما عن أبنائها فهذه حكايتهم. ابنها الأول هو زياد، ولد في الأول من يناير 1956، ومنذ طفولته كان استثنائياً. لم يكن طفلاً عادياً يركض في الباحات، بل كان يجلس جانب البيانو ويكتب كلمات لا تليق إلا بكبار الفلاسفة. في سن 17 فقط كتب ولحن الأغنية الخالدة سألوني الناس، التي غنتها والدته في غياب والده المريض آنذاك. وكانت هذه الأغنية بداية لانفجار عبقريته. زياد أصبح رمزاً فنياً لوحده، ملحناً، كاتباً، ناقداً، ومخرجاً مسرحياً ساخراً. أعماله كانت مرآة لوجع الناس وتناقضات الواقع اللبناني والعربي. قدم مسرحيات غيرت مفاهيم الفن مثل بلا النسبة لبكرة شو وفيلم أميركي طويل، كما قدم ألبومات موسيقية لا تزال حية في ذاكرة المستمعين حتى اليوم. زياد لا يزال حياً، يعيش على طريقته، لا يجامل، لا يجاري، فقط يقول الحقيقة بطريقته ويعزفها بنبضه. ثم يأتي الابن الثاني هلي، الذي ولد عام 1958، لكنه لم يولد كاملاً مثل بقية الأطفال. ولد وهو يعاني من إعاقات جسدية وعقلية شديدة، لا يتكلم، لا يسمع، لا يتحرك كغيره. ومع ذلك لم تتعامل فيروز معه كعبء أو مأساة، بل كبركة ربانية. كرست له وقتها، حياتها، عزلتها، وقراراتها. يقال إن الكثير من أغانيها الحنونة كانت تحمل في طياتها رسائل له، خاصة أغنية سلمي عليه، التي يعتقد كثيرون أنها موجهة إليه. هلي لا يزال حياً إلى اليوم، يعيش في الظل، في سكينة، وتحت جناح أمه التي لم تتركه يوماً. أما ليال فهي الوردة التي تفتحت ورحلت سريعاً. ولدت عام 1960، وكانت فتاة حساسة تحب الفن وتعمل في مجال الإخراج. لم تعش طويلاً، إذ توفيت فجأة في 27 من يناير 1988 إثر سكتة دماغية عن عمر لا يتجاوز 28. موتها كان صدمة صامتة للعائلة، خاصة لفيروز التي اعتادت أن تخفي آلامها خلف الستار. لم تتحدث كثيراً عن ليال، لكنها كانت دوماً حاضرة في نظرة عينيها، في حنينها وفي صمتها. وأخيراً ريما، آخر العنقود، ولدت عام 1965، وكانت الأقرب إلى والدتها. ريما لم تختر المسرح أو الميكروفون، بل اختارت الكاميرا والقلم. اختارت أن تحمي الإرث بدلاً من أن تنافسه. أصبحت المديرة الفنية لأعمال فيروز، وأخرجت لها أفلاماً وثائقية، أبرزها كانت حكاية. كما شاركت في تنظيم حفلاتها المصورة، وتولت الدفاع عنها ضد كل شائعة أو إساءة. ريما قوية، صارمة، ووفية، لا تبتسم كثيراً، لكنها تقاتل كثيراً من أجل اسم والدتها. هي من تنشر صورها النادرة، وهي من تقرر متى وأين تظهر فيروز، وهي من تحفظ الذاكرة الفنية للعائلة. ريما لا تزال حية، وتحمل اليوم مسؤولية حماية الأسطورة. وهكذا نكتشف أن السيدة فيروز، تلك التي غنت الحب والحرب والسلام، كانت في حياتها الأمومية تسير في درب موازن، درب الصبر، التضحية، والحنان. أبناء من لحم ودم، حمل كل منهم هماً مختلفاً. بعضهم أضاء سماء الفن، وبعضهم كان شعلة داخل قلب الأم فقط. فيروز ليست فقط صوتاً خالداً، بل قلباً عاشقاً، أماً لم تنحني، وأسطورة لم تكتمل إلا بأبنائها. إذا أعجبك هذا المحتوى لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتابع معنا رحلة الحنين والذاكرة والفن، واضغط على زر الإعجاب إذا كنت من عشاق فيروز، وشارك الفيديو مع من تحب. نراك في الحلقة القادمة مع قصة جديدة وصوت لا ينسى.